الأولية. إذن القدم صفة سلبية، صفة سلبية. ما معنى صفة سلبية؟ أي تسلب ضدها. فالقدم ضده إيش؟ ما هو الذي ضد القدم؟ الحدوث. ضد القديم الحديث. فالقدم صفة القدم صفة سلبية، أي تسلب ضدها، تسلب ضدها، تسلب الحدوث. ولهذا يفسرونها فيقولون القدم عدم الأولية للوجود، عدم الأولية للوجود. إذن فمعنى أن الله قديم أي لا أول لوجوده، أي ليس لوجوده ابتداء. قال والثانية والبقاء، والبقاء، وهذه هي الصفة الثانية، وهي مفسرة بأنها عدم الآخرية للوجود، عدم الآخرية للوجود. وهذه أيضا كما تلاحظون عدم الآخرية. إذن كلمة عدم إذن هي صفة ماذا؟ سلبية تسلب ضدها، تسلب ضدها. وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. إذن القدم والبقاء هذا هو دليلها، دليلها من العقل معروف، ودليلها من الشرع هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأما الصفة الرابعة فهي مخالفته تعالى للحوادث. قال ومخالفته تعالى للحوادث. الحوادث جمع حادث، والحادث هو المخلوق، ولا فرق بين الحادث والمخلوق. لا فرق بين الحادث والمخلوق. بعضهم يسعى ويجتهد في أن يوجد فرقا بين الخالق، بين المخلوق والحادث، وهذا سعي باطل، لن يحصل هذا السعي على نتيجة، لأن الحادث أي الكائن بعد أن لم يكن، والمخلوق أي الذي خلق ووجد بعد أن لم يكن مخلوقا ولا موجودا. لو كان هذا المخلوق قديما ليس له ابتداء إذن هو ليس مخلوقا. فإذن الحادث والمخلوق شيء واحد، الحادث والمخلوق شيء واحد. ومن هنا يأتي ما سيأتي معنا في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله قديم. ولهذا نجد البعض من مخالفي أهل السنة يقولون كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، وهذا كلام لا يستقيم. لأننا لو قلنا بأن كلام الله حادث الآحاد، لو قلنا بأن كلام الله حادث الآحاد أي مخلوق. وأهل السنة لا يقولون بأن كلام الله مخلوق. والطرف الآخر الذي يرفض اصطلاح أهل السنة عندما يقولون بأن كلام الله قديم الذين يرفضون اصطلاح أهل السنة ويقولون الذين يقولون بأن كلام الله قديم هم يرون أن كلام الله ليس مخلوقا، ويردون هم أنفسهم على المعتزلة. طيب إذا كنتم أنتم ترفضون كلام المعتزلة، إذا كنتم أنتم الإخوة الوهابية أو السلفية
إذا كنتم ترفضون كلام المعتزلة وتقولون بأن كلام المعتزلة ليس صحيحا، المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وأنتم تقولون لا، هذا الكلام ليس صحيحا، كلام الله ليس مخلوقا، ثم تقولون بعد ذلك كلام الله قديم النوع لكن آحاده هذه الآية حادثة وهذه الآية حادثة، آحاده حادثة وليست قديمة، آحاده حادثة يعني وجدت بعد أن لم تكن، حدثت. ما معنى حدث؟ يعني حدث بعد أن لم يكن. فإذا أنتم تقولون بأن هذه الآية حادثة وهذا الحديث وهذه الآية حادثة وهذه الآية حادثة وهذه الآية حادثة، وليس هناك نوع منها قديم، ليس هناك آحاد منها قديم. إذا كانت جميع الآحاد حادثة، إذا كانت جميع الآحاد حادثة، كيف يكون النوع قديما؟ وكيف تردون على المعتزلة؟ أنا أستغرب كيف تردون على المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق أي حدث بعد أن لم يكن، وأنتم تقولون ذلك، تقولون بأن القرآن حدث بعد أن لم يكن. عند التعقل لا فرق بين قولهم وقول المعتزلة، والفرق حقيقة بين أهل السنة وبين الفريقين. أهل السنة يقولون بأن كلام الله قديم ليس بحادث، وهؤلاء منهم من يقول هو مخلوق ومنهم من يقول هو حادث، منهم من يقول هو مخلوق وهم المعتزلة، ومنهم من يقولون هو حادث، ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه. فهؤلاء يسمونه مخلوقا وهؤلاء يسمونه حادثا. والحادث والمخلوق من وجهة نظرنا، ونراها وجهة نظر مقبولة عقلا، موافقة للغة، موافقة للمنطق، موافقة للشرع، لا فرق بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. فالله تعالى مخالف للحوادث، مخالف للحوادث. والمقصود بمخالفة الحوادث أي عدم مماثلتها، عدم مماثلتها، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. ثم قال: وقيامه تعالى بنفسه، وقيامه تعالى بنفسه أي من الصفة الخامسة هي قيامه تعالى بنفسه، أي وتعرفون هذه أي بمعنى التفسير. قال أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، قائم بنفسه، قائم بنفسه. قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء. كل من يربط في ذهنه وجود الله تعالى بشيء فهو لا يعطي صفة القيومية حقها. الله تعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء قبل خلق المخلوقات، وهو أيضا لا يحتاج إلى شيء بعد خلق المخلوقات. لم يكن قبل خلق المكان غنيا عن المكان، ثم بعد وجود المكان احتاج إليه، فنربط وجوده بالمكان. الله ليس في مكان، إذن الله ليس موجود. من قال لك أن الله ليس موجود؟ يعني أنت لن تثبت أن الله موجود إلا إذا كان في مكان. وكيف كان إذن قبل أن يخلق المكان؟ إذن كان غير موجود؟ إلا موجود قبل أن يخلق المكان، خلاص، وهو موجود بعد أن خلق المكان.
ولا يحتاج إلى المكان. هذه مسائل والله أنا أستغرب أن تناقش، لكن تعرفون أنتم الكلام الكثير الذي يدور هنا وهناك، وإلا هي مسائل واضحة، مسائل واضحة وضوح الشمس. قال: والصفة الخامسة قيامه تعالى بنفسه، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. إذن فالمراد أيضا أي عدم افتقاره. إذن هذه أيضا من الصفات إيش؟ السلبية، سلب افتقاره إلى محل، أي ذات يوجد فيها، فهو ليس محتاجا إلى ذات يوجد فيها. سلب افتقاره إلى مخصص، أي موجد، لأنه لو كان كذلك لكان مفعولا لا فاعلا، كان مخلوقا لا خالقا. فالله عز وجل كما أنه مستغن وعدم مفتقر إلى محل، فهو عدم مفتقر إلى مخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحبة إلى هذا المجلس لنتدارس فيه علما من علوم الشريعة الغراء، وهذا العلم يعتبر من أهم العلوم والمعارف، لأن العلوم تشرف بشرف موضوعها. وموضوع علم العقيدة هو ذات الباري تبارك وتعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذا كان علم الاعتقاد من أشرف العلوم، بل هو أشرفها. والعناية به حتم لازم وفرض من فروض الشرع، خاصة فيما يتعلق بما لا يسع الإنسان جهله، لا يسع الإنسان أن يجهله، وهو العلم الضروري. وكل علم سواء الاعتقاد أو الفقه أو غيرهما من العلوم، منه ما هو حتم لازم، ومنه ما هو من كمالات وملح العلم. فالقسم الذي لا بد منه، القسم الضروري منه، لا بد للإنسان أن يتعلمه وأن يفهمه. فالعقائد القطعية، العقائد القطعية لا بد للإنسان أن يكون على بصيرة ويقين وحزم وجزم منها. والعقائد الظنية تعلمها والاجتهاد فيها في تحصيلها أمر مرغب فيه، لكن ليس طلب الترغيب فيه كالترغيب في ما هو من القواعد القطعية في الاعتقاد. وحتى لا تأخذنا المقدمات، الكتاب أو المتن الذي بين أيدينا هو متن من المتون التي حظيت بالرضا والقبول والانتشار بين العلماء. هذا المتن أم البراهين، أو يسمى أيضا بالعقيدة الصغرى. وللإمام صاحب هذا المتن الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب التلمساني المولد المالكي المذهب الأشعري المعتقد الحسني
النسب لهذا الإمام عناية كبرى بعلوم الاعتقاد، وألف في هذا العلم مؤلفات كثيرة، من بينها العقيدة الكبرى، ومن بينها أيضا العقيدة الصغرى التي بين أيدينا الآن، ومن بينها أيضا صغرى الصغرى تسمى الحفيدة، وهي عبارة عن ورقة ونصف ضمن فيها أمهات الاعتقاد. ولد هذا الإمام في سنة 832، ولد سنة 32 و800، وتوفي في نفس هذه 895، فيكون مقدار عمره 63 سنة. علم الاعتقاد كما ذكرنا قبل قليل هو علم يتكلم عن ذات الباري تبارك وتعالى، فهو يعنى هذا العلم بالعقائد الدينية ودراستها بناء على الأدلة التفصيلية التي تثبت مسائله وتثبت قضاياه إثباتا يقينيا بعيدا عن الشك والريب والظن. ولذا عرف هذا العلم الإمام السيوطي رحمه الله فقال: ما يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. وهذا المتن قرابة 8 صفحات تقريبا، قرابة 8 صفحات. ابتدأه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في 3 أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. هذه الأقسام العقلية محصورة في هذه القسمة الثلاثية: الوجوب والاستحالة والجواز. ما الدليل على هذه القسمة؟ هل هناك آية تدل على هذه القسمة أو حديث؟ ليس هناك آية ولا حديث تدل على هذه القسمة. إذن هذه القسمة باطلة. هكذا يقول ضعاف العقول. هذه القسمة مبنية على الاستقراء. مبنية على ماذا؟ الاستقراء، والاستقراء دليل عقلي. الاستقراء دليل عقلي، وأدلة العقل قطعية، ولا يخالف دلائل العقول إلا المجانين، لا يخالف دلائل العقول إلا من لا عقل له. نحن لا نتكلم عن أوهام العقول، الحديث عن مقاطع العقول. مقاطع العقول لا يخالفها العقلاء. مقاطع العقول يعني المسائل المجزوم بها لا يخالفها العقلاء. العلماء حين قسموا هذه قسمة اصطلاحية حين قسموا في علم الفقه أفعال المكلفين أو الخطاب الشرعي، قسموه إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه
ومحرم ومكروه ومحرم ومباح، الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة، هذه الأحكام الخمسة. ليس هناك آية ولا حديث تنص على أن هذه الأحكام الخمسة هكذا. ليس هناك آية ولا حديث تتكلم عن أن أركان الصلاة 13. فالتقسيمات إما أن يكون مأخذها عقلي أو شرعي. التقسيمات إما أن يكون مأخذها عقلي أو شرعي. فإذا كان عقليا فإما أن يكون معتمدا على الاستقراء أو على السبر والتقسيم، وإذا كان شرعيا فمأخوذ من الأدلة التي دلت على وجوب هذا فجعلناه في قسم الواجب، أو دلت على استحبابه فجعلناه في قسم المستحب، وهكذا. إذن الأحكام العقلية 3 والأحكام الفقهية 5. قال: اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في 3 أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، أي لا يمكن أن يتصور العقل عدم هذا الأمر الواجب. إذا ضبطت اللفظة بالفتح ما لا يتصور فيكون المقصود ما لا يمكن للعقل أن يتصور عدم ذلك الشيء. وإذا ضبطت بالضم ما لا يتصور في العقل عدمه فيكون المقصود ما لا يتعقل، يعني أنه لا يمكن تعقل عدم ذلك الشيء. فالواجب إذن لا يمكن للعقل أن يتخيل عدم وجوده. الواجب العقلي هو الذي لا يمكن للعقل أن يتصور عدم وجوده، بل العقل لا يمكنه أن يتصور إلا أن ذلك الشيء موجود. من هذا وجود الباري تبارك وتعالى، وجود الباري تبارك وتعالى. فالعقل السليم لا يمكن أن يتصور عدم وجود الباري، لا يمكن أن يتصور، لا يمكن للعقل الصحيح أن يقبل هذه القضية. لماذا؟ لأن قبول العقل لعدم وجود الباري يعني عدم وجودنا، عدم وجود المخلوقات، لأنه لا يمكن للمخلوق أن يكون بدون خالق، ولا للمصنوع أن يكون بدون صانع. فإذن العقل لا يمكن له أن يتصور وأن يتعقل وأن يتفهم عدم وجود الباري، بل العقل ملزم وخاضع وجازم بوجود الباري تبارك وتعالى. إذن كيف فعل الملحدون؟ الملحدون غطوا على دلائل العقول، غطوا على دلائل، كفروها. الكفر هو التغطية، الكفر التغطية، ويسمى المزارع كافرا لأنه يغطي الأرض. فالملحد يغطي دلائل العقول، يدفنها، لكنه لو تعامل مع عقله تعاملا منصفا صادقا لظهرت له الحقيقة وانجلت، وأصبحت مما هو غير قابل أو مما هي غير قابلة للشك والوهم. قال: والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده. المستحيل لا يمكن للعقل أن يتخيل أن يقبل قبولا يقينيا وجوده، كالشريك لله تعالى. لا يمكن للعقل متى ما تعقل
العقل وأدرك معنى الشريك، الشريك أي المشارك المنازع الذي له ملك، له تصرف، له إرادة نافذة. العقل إذا فهم هذا الشيء لا يمكن له أن يقبل بأن هذا الكون المحكم المتسق المنظم الذي يمشي على وتيرة واحدة من الذرة إلى المجرة، الذي يتفاعل فيه الكون كله وكأنه شيء واحد، فذرات جسم الإنسان لها ارتباط بالشمس والقمر والأفلاك، والبذرة في الأرض تحتاج إلى الشمس حتى تنمو. هذا التناسق في الكون يدل على أن صانعه واحد، لأنه لو كان له شريك لحدثت النزاعات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل هذا على أن هذا النظام الواحد ناتج عن رب واحد. قال: والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. الجائز أي الممكنات، العقل يقبل وجودها ويقبل عدمها، لأنها قابلة للوجود وقابلة للعدم، كالمخلوقات يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. كنت غير موجود فوجدت، وأبناؤك ليسوا موجودين وسيوجدوا، وأبناء أبنائك، وهكذا. فالعقل يقبل ويتفهم ويدرك، يمكنه أن يقبل عدم الوجود كما يمكنه أن يقبل الوجود. قال: ويجب على كل مكلف. بدأ هنا بالاعتقاد. هذه الأربعة الأسطر الأولى هي مدخل، ليست من الاعتقاد، هي مدخل للاعتقاد، لكن بقوله ويجب هنا ابتداء وشروع في العقائد التي لا بد أن يعرفها الإنسان. قال: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز، وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء، ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. فذكر هنا 7 صفات من 20. هل صفات الله تعالى محصورة في 7؟ الجواب لا. هل صفات الله عز وجل محصورة في 20؟ الجواب لا. إذن لماذا ينص الأشاعرة على 7 الصفات؟ ولماذا ينصون على 20؟
من لا يدرك حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة سادتنا الأشاعرة، من لا يدرك مذهبهم ويعرف حقيقة قولهم يمكنه أن يهرف بما لا يعرف، وأن يدعي دعاوى ليس لها زمام ولا خطام، وليس لها حجة ولا برهان، ويكفيه أن يرفع لواء الجهل، يكفي أن يرفع لواء الجهل ويرمي بالتهم جزافا. لكن العاقل الدين الذي يخاف الله جل وعلا لا يمكنه أن يتهم الناس بدون حق، بل يفهم ويتصور ويتعقل ويفهم مذهب الآخر كما هو، ثم بعد ذلك يقبله أو يرفضه، يمدحه أو يذمه. أما أن ينطلق مباشرة إلى القدح وإلى الذم وإلى الرد وهو لم يدرك حقيقة الأمر، فهذه والله جهالة ما بعدها جهالة وظلم، لأنه سيأتي يوم القيامة فيجد أن خصمه هم أئمة الإسلام، أن خصومه هم أئمة الإسلام، وأنه كان مبطلا بدعاواه التي لا حجة لها ولا سند. الأشاعرة أثبتوا السبع لأنها قطعية، وكلمة الاعتقاد تأتي بمعنيين. كلمة الاعتقاد تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى ما يجب به الإيمان قطعا ويكون إنكاره كفر، وهذا القسم لا يقبل فيه إلا دليل قطعي. ولهذا تجدون في بعض كتب الفقه أو في كتب العقائد أنه لا يقبل خبر الآحاد في العقيدة. غير المتبصرين يسارعون بالإنكار. أنتم لا تقبلون الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم إذا كان حديثا آحاديا لا تقبلون به في العقائد، تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي نحن لا نرده، نحن لا نرفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول المسألة القطعية نحن كيف سنقرر بأن هذا أنكر أمرا قطعيا فيعتبر كافرا وهذا لم ينكر أمرا قطعيا فيعتبر في دائرة الإسلام؟ بناء على الشيء الذي أنكره، هل هو قطعي أم ليس بقطعي؟ فإذا أنكر القطعي فحينئذ يكون قد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما إذا أنكر أمرا ليس قطعيا فهو لا شك مخطئ، إذا كان هذا الأمر ثابتا في نفسه مخطئ، وربما يكون فاسقا، لكن ليس هذا من القطعيات التي بها يخرج عن الإسلام. إذن إذا قصد بالاعتقاد القطعي الذي يكون إنكاره كفر فحينئذ لا يقبل في هذا الباب إلا القطعي. وإذا قصد بالاعتقاد ما يكون الإيمان به مطلوبا إما على وجه القطع أو على وجه الظن فحينئذ يقبل فيه خبر الآحاد، خبر الآحاد إنما لا يعتبر في مسائل القطع. ونحن عندنا من العقائد كما قلنا ما هو قطعي وما هو ظني،
فمثلا الإسراء بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قطعي، والمعراج ظني. الإسراء ثابت بالقرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المعراج ثابت بالسنة التي لم تبلغ حد التواتر والقطع. دلالتها ليست قطعية، هي الآية قطعية الثبوت لكنها ليست قطعية الدلالة. أنا أفضل لو كان هناك ورقة وتكتبوا ونؤخر الأسئلة إلى آخر المجلس. لا بأس، فقط حتى لا ينقطع التسجيل يعني بأسئلة غير ما نحن بصدده. فإذا العقائد منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. ثم إن العبرة كما يقول العلماء بالقاعدة وليس بالمثال. معي أخي الكريم، العبرة بالقاعدة وليس بالمثال. قد يكون المثال مختلفا فيه، لكن العبرة بالقاعدة، لأن القاعدة هي التي تذكر لإثبات الشيء ويشترط صحتها، والمثال يذكر لتوضيح الشيء ولا يشترط صحته، هو فقط مثال من أجل أن تفهم القاعدة. فكم هي من المسائل التي أدلتها ليست قطعية، فيكون هذا الإيمان بها مطلوب، لكن الكفر بها أو عدم الإيمان بها ليس كفرا. فالصفات السبع الإيمان بها قطعي. لماذا؟ لأن جحد واحدة منها تنفي الربوبية. جحد واحدة منها تنفي الربوبية، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يدرك العقل ربا، أن يتعقل وأن يقبل العقل ربا عاجزا ليس عنده قدرة، إذن هذا ليس ربا. لا يمكن أن يقبل العقل ربا لا حياة له، ليس حي ميتا، هذا ليس ربا. لا يمكن أن يقبل العقل ربا لا إرادة له، إذن ما هو الذي صنع هذا الكون إذا لم يكن له إرادة؟ أراد هذه الأشياء وقدرها وخصصها. فإذن هذه الصفات قطعية. الصفات الأخرى صفات ظنية، وصفات في معظمها راجعة إلى هذه الصفات الأساسية، إلى هذه الصفات القطعية. فالمحبة مثلا صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وردت في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخر الآيات التي تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الحب. لكن ما المراد بالحب؟ ما المراد بالغضب؟ أن الله عز وجل غضب الله عليهم، ما المقصود بالغضب؟ الحب ميل النفس تجاه شيء ما. الغضب غليان النفس وعدم غليان النفس وكراهية النفس لشيء ما. عندما تحب شيئا تقربه، تحسن إليه، تحبوه بالخير. عندما تكره شيئا تبعده، تمنعه. فيترتب على الحب أفعال، ويترتب على البغض أفعال.
ويعبر عن الحب بما يترتب عليه، ويعبر عن البغض بما يترتب عليه. فنحن مثلا لا ندرك مسألة غليان النفس عند زيد أو عند عمرو، لا ندرك ذلك، لكن رأينا فلانا هذا مدير إدارة أو وزير أو أبعد الموظف الفلاني وأقصاه من عمله فقلنا فلان يبغض فلانا، فلان يبغض فلان بسبب الأفعال التي رأيناها، ولله المثل الأعلى. إذن تصرف هذا الشخص، أرجو أن تكونوا معي على انتباه في هذه القضية، تصرف هذا الشخص تكون من شيئين: انفعال وفعل. انفعال وفعل. الانفعال الحالة النفسية، الفعل ما ترتب على تلك الحالة النفسية. الانفعال تغير في الطبيعة والمزاج، الانفعال تغير في الطبيعة والمزاج. الفعل لا علاقة له بتغير الطبيعة والمزاج، وإنما هو تصرف وتدبير. الانفعال متعلق بالغاضب، والفعل متعلق بالمغضوب عليه. الانفعال متعلق بالمحب، الانفعال متعلق بالمحب، والفعل متعلق بالمحبوب. فإذا أتينا إلى مسألة الحب، إلى صفة الحب أو صفة الغضب، نقول نحن لا يمكن إثبات، لا يجوز أن ننسب إلى الله عز وجل الغضب بمعنى الانفعال، غليان دم النفس، لأن هذا تشبيه لله بخلقه، هذا لا يجوز. هل أنتم تنفون صفة الغضب يا معشر الأشاعرة؟ الجواب لا ننفيها، ننفيها بمعنى الانفعال، لكن نثبتها بمعنى الفعل. الحب ننفيه بمعنى الانفعال، لكن نثبته بمعنى الفعل. إذا كان الانفعال هو مبدأ الصفة والفعل منتهاها، فنحن نثبت صفة الحب بمنتهاها، ونثبت صفة الغضب بمنتهاها، ولا نثبتها ببداياتها. ثم سؤال: أنتم لماذا تنقمون علينا وتنكرون علينا هذا التصرف؟ لماذا؟ ألستم أنتم أيضا توافقوننا في أن الغضب بمعنى غليان دم النفس منفي عن الله عز وجل؟ أنتم تثبتون ذلك وتقولون هذا لا يمكن، هذا من صفة المخلوق، لكن لله تعالى غضب يليق به. إذن نحن متفقون، نحن أيضا نقول لله عز وجل غضب يليق به، ليس هو بمعنى الانفعال وإنما هو بمعنى الفعل. إذا كنا اتفقنا على نفي الغضب بمعنى الانفعال، نحن لا ننفي الغضب إلا بهذا المعنى، وأما إثباته بمعنى الفعل فنحن لا ننكره. الحب نحن لا ننفي الحب بمعنى الفعل، إنما ننفي الحب بمعنى الانفعال، وأنتم أيضا تنفون هذا التصرف، هذا المعنى، وتقولون هذا لا يليق بالله. إذن نحن وأنتم متفقون. إذن لماذا المماحكة؟ هل هو فقط بحث عن معركة؟ فلا بد من إدراك حقائق الأشياء، لأن إدراك حقائق الأشياء يكفينا معارك ليس لها داع، يكفينا معارك ليس لها داع.
فإذن هذه الصفات 20 7 أو 20 هذه ثابتة بالعقل والنقل، دليلها عقلي نقلي. وهناك من الصفات ما دليله نقلي فقط. والعاقل أيها الأحبة، العاقل يدرك الفرق بين النوعين من الصفات، يدرك العاقل الفرق بين النوعين من الصفات. صفات منشأها ومبعثها العقل. لو قلت لكم النجار الذي صنع الباب، هل تتصورون عجزه عن المهمة التي هي وظيفته، التي هي النجارة؟ هل تتصورون تقبل عقولكم أن يكون النجار الذي صنع الباب أن يكون عاجزا؟ لا يمكن. لو كان عاجزا إذن كيف صنع الباب؟ أن يكون خبيرا، لا يمكن لكم أن تتصور أن تقبل عقولكم مهما حاولت إقناعكم أنه لا خبرة له، فقط هكذا جاء بخشبة فقطعها بسكين وأصبحت باب. هذا لا يمكن أن يقبله العقل. إذن هذه صفات أدركتموها بماذا؟ بعقولكم. لكن لو قلت لكم النجار يحب اللحم، هل يمكن لكم من النظر في الباب أن تدركوا أن صانعه يحب اللحم؟ لا يمكن، لأنه ليس في هذا المصنوع دلالة على هذه الصفة في الصانع. لكن الخبرة الموجودة في صناعة الباب تدلنا على أن صانعه خبير. إتقانه لعمله تدلنا على أنه عليم. اقتداره تدلنا على أنه قادر. فهذه صفات دلت عليها العقول. إنكارها خروج أصلا عن العقلاء، إنكارها خروج عن دائرة العقلاء، بخلاف بقية الصفات. ولهذا الأشاعرة ميزوا بين هذين النوعين من الصفات. والإمام البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات بين أن هناك صفات دليلها العقل والنقل أو السمع والعقل، وهناك صفات دليلها السمع فقط، أي النقل من الوحي. نعود إلى هذه الصفات. قال: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، وهي الوجود. الوجود الثبوت والحصول، الثبوت والحصول في الخارج، يعني شيئا له ثبوت وحصول في الخارج، أي خارجا عن الذهن. وجود الله تعالى، مع أننا نقول بأن الله موجود ونحن موجودون، لكن وجودنا غير وجود الله تعالى. وجودنا مسبوق بعدم، وجودنا مفتقر إلى موجد، والله تعالى وجوده لا يفتقر إلى شيء، فهو الغني. هو الذي خلق الخلق فأبدعه وشق النور وشعشعه. هو الذي يعطي المخلوقات أسباب وجودها. فوجود الله ذاتي، ووجود المخلوق بغيره، وجود المخلوق بغيره.
وجود الله تبارك وتعالى وجود يختلف تماما عن وجود المخلوق. المخلوق وجوده مقيد بأمرين اثنين لا يمكن له الانفكاك عنهما. وجود المخلوق لا يمكن له الانفكاك عن أمرين: مقيد ومحصور ومفتقر وذليل لعنصرين لا يمكن له أن ينفك عنهما، عنصر الزمان وعنصر المكان. فلا يمكن للمخلوق لا يمكن لك أن تخرج من حدود الزمان. لك بداية بدأت فيها ولك نهاية. لا يمكن لك أن تخرج من حدود المكان، فالمسجد الآن يحتويك، وإذا عدت إلى بيتك فالبيت يحتويك، وإذا خرجت إلى الشارع فالشارع يحتويك. فأنت متحيز، مفتقر، فقير، ضعيف، تحتاج إلى المكان الذي تكون فيه. فأنت مفتقر إلى الزمان والمكان. الله عز وجل خلقك وخلق الزمان، خلقك وخلق المكان، وجعل بينكما تلازم وعدم انفكاك. الله تعالى لا يحتاج لا إلى الزمان ولا إلى المكان، لأن الزمان مخلوق أو ليس مخلوقا. الزمان مخلوق. هل الله عز وجل يحتاج إلى المخلوق؟ المكان مخلوق. هل الله عز وجل يحتاج إلى المخلوق؟ لا. الله عز وجل غني، من صفاته أنه غني. إن الله هو الغني الحميد. ولو قلنا بأنه لا يمكن لنا أن نتصور وجود الباري تعالى إلا في مكان، إذن لا غنى، لا غنى. هو مفتقر إلى المكان إذا قلنا ذلك، وحاشا أن نقول ذلك. فالله عز وجل خلق الأزمنة وخلق الأمكنة وهو الغني عنها. كان قبل خلق المكان غير محتاج إليه، وبعد خلق المكان أيضا ليس محتاجا إليه. ليس المكان محلا لذاته، ليس المكان محلا لذاته. والعجب سبحان الله أن تصبح القضايا القطعية تصبح محل ارتباك للعقل، محل تشويش. كان قبل خلق المكان، بعد خلق المكان، بعد أن خلق الأمكنة. تتصور بعض العقول الناقصة أنه لا بد وأن يكون في واحد منها. كيف تثبتون الله عز وجل ليس في السماء وليس على العرش وليس في، إذن هو غير موجود. طيب إذا كان هذا يستدعي أن يكون غير موجود بسبب عدم وجوده في شيء منها، ألم تكن هذه الأشياء أصلا غير موجودة؟ هل تؤمنون بوجود الله تعالى قبل أن يخلق المخلوقات؟ فإن أثبتتم له وجودا قبل أن يخلق المخلوقات فهو حيث هو كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. لماذا لا تقبل عقولكم هذه القضية البسيطة الواضحة القطعية؟
هذا من حيث الاستدلال العقلي. من حيث التعامل مع النصوص الشرعية، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، وغيرها من الآيات، ينبغي أن يكون التعامل مع هذه النصوص الشرعية من منطلق التعظيم، منطلق الهيبة، الإجلال لكلام الله وكلام رسوله، ومن تعظيم كلام الله وكلام رسوله ومن تعظيم الكتاب والسنة ألا نفسرها تفسيرات تصطدم مع قطعيات العقول، ألا نجعل هذه النصوص متضاربة مع القطعيات، بل تفهم الظنيات في إطار القطعيات، وتفهم المتشابهات في إطار المحكمات، تفهم المتشابهات في ضوء المحكمات، لا أن نضرب بعض الكتاب ببعض ونضرب بعض السنة ببعض. قال والصفة الثانية، قال والقدم. القدم المقصود بالقدم عدم الأولية، عدم الأولية، يعني أنه لا أول لوجوده تبارك وتعالى. تأملوا معي طريقة الشرح للأئمة عندما يقولون القدم عدم الأولية. القدم عدم الأولية. إذن هذه الصفة تسلب عن عقولنا توهم وجود الأولية، هي لا تسلب عن الله. الله عز وجل لا يناله مكروه. البعض يقول تسلب عن الله، المقصود أي تسلب عن عقولنا نحن وصف الله تعالى